دلوقتي هوريكم ازاي هلزق الضوافر. ازاي بلزق ضوافري بشكل يخليها تقعد فتره اطول. طبعا الدبل فيس ده يعني نرميه في اي حته، لان انا حرفيا بصوا مش بيقعد معايا ساعه لما بعمله. فهوريكم دلوقتي ازاي بلزقها وبتقعد معايا ممكن اسبوعين. اول حاجه طبعا بشيل الزوايد وبرجعه هو اصلا في يعني في بتاع كده مخصوص لكده بتاعت الضوافر ولكن تقدروا اللي معهاش تعملها بالضفر نفسه بتاع الصباع، يعني فاهمين الفكره زي ما انا وريتكم كده دلوقتي. ودي زي قصافه كده، ولكن يعني فيها من الزراديه علشان تشيل الزوايد دي بشكل مريح اكتر وبشكل يعني ادق اكتر. تمام. هنا بوريكم بقى باقي اللي يعني بسرع كده بس عشان برضو تفهموا الفكره بتاعه القصافه دي. طبعا انا ليه يا جماعه بتهته دلوقتي مش مركزه لان انا اصلا في الشارع، تمام. بس عادي قلت هعمل برضو فويس اوفر، مش مهم يعني. نكمل الباقي بقى في البيت وفي الهدوء، ويعني تقريبا ده اغرب فويس اوفر انتوا سمعتوه، بس ما علينا. مسحت ضوافري بالكحول بعد ما خلاص عملت قصيت الزوايد بتاعه الجلد وكده، عشان اتاكد تماما ان مش عليها اي زيوت او دهون يعني تساعد ان الضفر يطلع بسرعه، ودي خطوه مهمه جدا. بعد كده المبرد ده يا جماعه مبرد ناعم، يعني بيشيل يا دوبك طبقه ناعمه جدا، مش خشن، لا بس بيطفي اللمعه، فاهمين؟ وبعد ما بتاكد ان الضفر لمعته طفت تماما بديله بس كده خربشه بسيطه بالمبرد الخشن، ولكن مش بطفي اللمعه بالمبرد الخشن عشان ما يشيلش طبقات كتير من ضفري ويتاذي ويبقى منظره وحش بعد ما يتشال الضفر، بعد عموما ما اشيل الضوافر الصناعيه يعني. وزي ما انتم شايفين انا حطيت اللزقه على ضفري الاول ووزعته بالضفر الصناعي كده بس بشكل سريع جدا عشان يعني بينشف وبيلزق بسرعه. وبعد كده بقى فضلت ماسكاه وثبته. وطبعا الاول بتقيسي يعني كل ضفر بتحددي ايه انسب ضفر ليه ان هو يبقى على قده بالظبط، بلاش خالص تختاري حاجه اكبر او اصغر. وبتحطيهم على جنب عشان ما تتلخبطيش في وقتها. من التركات يا جماعه اللي نركز فيها جدا ان بتخلي الضفر يثبت لمده طويله جدا، ان انا وبلزقه اولا ما اشيلش ايدي غير لما يلزق كويس، يعني بعيد عن الصباع ده ان هو لزق مايل وكنت هتشل فيها بس هتصرف لا تقلقوا. ان انا على قد ما اقدر ما يبقاش فيه هوا، اي فقاعه فيها هوا بين الضفر والضفر الصناعي والضفر الطبيعي، فاهمين؟ يعني احاول اطلع اي هوا يكون ما بينهم، وهتشوفوه طبعا قدامكم. يعني انا في اصلا يعني كام ضفر كان فيهم هوا هوريكم هنا في الفيديو. طبعا انا هبرد كل الضوافر بس زي ما انتم شايفين شكلهم ازاي خطير وكيوت. انا يا جماعه بعد كده بقصرهم شويه بسيطه وبشيل السن اللي ممكن يعني ما يخلينيش اتعامل براحتي، او هنعمل بقى التركيه الجايه علشان نحافظ على لمعتهم، وان حتى الرسمه دي عشان هي مطبوعه فطبعا مع غسيل ايدي والشاور وكده ممكن تبهت او تطلع بسرعه او تتقشر. يعني هحط طبقه من التوب كوت ده زي يا جماعه كده يعني بيبقى اخر طبقه في الجل علشان يحافظ على الضفر ويبقى له لمعه، وطبعا في منه مات بس انا بحب اللمعه. بعد كده بمسحه بكحول علشان يعني هو في منه نوعيات، في نوعيات بتبقى عليها طبقه كده لازم تتمسح بالكحول، نوع تاني مش بيحتاج يتمسح. الحركه دي يا جماعه بتثبت، لان انا بنزل شويه على ضفري في الحواف وفي نهايه الضفر، فبرضو ده بيمنع دخول اي ميه زيوت مثلا وانا برطب وشي، فده طبعا برضو بيساعد ان الضفر يثبت اكتر. قولي رايكم فيها عشان عجبتني جدا.